ما كفايه بقى. انا متاسف والله. اصعب احساس ان انت تحس في يوم انك في ناس غاليين راحت منك. ربنا فعلا ارحم، لكن زعلان علشان راحوا اماكن يمكن احلى بس بعيدة عنك. ولا ينفع انك مرة تروح له زيارة هناك، ولا ينفع انك تستناه في مكان او يستناك. اخرك احلام، اخرك احلام، وتقوم من النوم بعدها زعلان علشان ما اخدتش راحتك وياهم واديت في كلام. وقتها ممكن بالعجز تحس، عشان وقت ما كانوا معاك كنت مضحي بكل اللي معاك علشان يفضلوا ويدوموا وتلاقيهم دايما وياك. دلوقتي انا عايش وبضيع وقتي عن نوم علشان الوقت يفوت. ما بقتش بقابل حد او اتكلم علشان ما بقتش استحمل اي ضغوط، وعشان ما بقتش الشخص اللي بيستحمل انه في يوم يعرف ناس ويحبها وتموت. اصعب احساس ان انت تقول على حد عزيز عندك ده وحشني بجد يا ريته يرجع، او انك مرة تروح له وتشكي له همومك وعينيك قدام قبره بتدمع، عارف انه لا يمكن مرة يرد عليك، بس الناس بيقولوا الميت في زيارته بيسمع. كان في كلام محتاج ان انت تقوله له. ما كفايه بقى. انا متأسف، انا متأسف والله. الناس حفظتني انا الناس زهقت مني من العياط اللي بعيط. انا بعتذر لحضرتك جدا، وما كانش قصدي والله. يعني هو الموضوع انا كنت شايفها عادية جدا، ما اعرفش ان هي تبقى مؤثرة جدا كده في حضرتك. انا اسف. طيب مسامح